الطيور الأربعة التي أحياها عليه السلام. سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا عند مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بأرض قفراء، فرأى دراجا فكلمه عليه السلام فقال له: مذ كنت أنت في هذه البرية؟ ومن أين مطعمك ومشربك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، من 400 سنة أنا في هذه البرية، ومطعمي ومشربي إذا جعت فأصلي عليكم فأشبع، وإذا عطشت فأدعو على ظالميكم فأروى. قلت: يا أمير المؤمنين، صلوات الله وسلامه عليك، هذا شيء عجيب. ما أعطي منطق الطير إلا سليمان بن داود عليه السلام. قال: يا سلمان، أما علمت إذا أعطي سليمان ذلك؟ يا سلمان، أتريد أن أريك شيئا أعجب من هذا؟ فقلت: بلى حقا يا أمير المؤمنين، ويا خليفة رسول رب العالمين. فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا طاووس، اهبط. فهبط. ثم قال: يا صقر، اهبط. فهبط. ثم قال: يا باز، اهبط. فهبط. ثم قال: يا غراب، اهبط. فهبط. ثم قال: يا سلمان، اذبحهم وانتف ريشهم وقطعهم إربا إربا واخلط لحومهم. ففعلت كما أمرني مولاي، وتحيرت في أمره. ثم التفت إلي وقال: ما تقول؟ فقلت: يا مولاي، أطيار تطير في الهواء لم أعرف لها ذنبا، وأمرتني بذبحها. قال: يا سلمان، أتريد أن أحييها الساعة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فنظر إليها شزرا وقال: طيري بقدرة الله، فطارت الطيور جميعا بإذن الله تعالى. فتعجبت من ذلك وقلت: يا مولاي، هذا أمر عظيم. قال: يا سلمان، لا تعجب من أمر الله، فإنه قادر على ما يشاء، فعال لما يريد. يا سلمان، إياك أن تحول بوهمك شيئا. أنا عبد الله وخليفته، أمري أمره، ونهي نهيه، وقدرتي قدرته، وقوتي قوته.